سويسي هو ايه اللي مخليك مش عارف تنزل مصر؟ ابويا. ما يغركوش المرمطه والبهدله اللي انا فيها دي. ده انا مجبور عليه. ابويا كان بيزبس ناو قد الدنيا. كان عندنا اكبر خط انتاج للبن البط في مصر. فابويا حب يوسع المجال وقال لك نجيب قرض على اسم الواد السويسي. راح خد قرض ب5 مليون زرار. كان عاوز يعمل اكبر حدائق زراعه المكرونه في مصر اللي هي الاسباجيتي. المشروع خسر وابويا عمل فليته، فلس. فانا اللي كنت ماضي فشحنا على ايطاليا. وهو راح فين؟ وهو راح سويسرا. فاحنا بنلم حديد ونحاس عشان نجمع ال5 مليون زرار. دفعنا منهم 4 مليون و800 ألف زرار. ابويا قال لي فاضل 200 ألف هنجمعهم وهننزل بقى. هننزل نفتح مشروع جديد بإذن الله. هنفتح بيت أرانب وشركة أدوية لتهدئة الأعصاب. ظروف يا صاحبي، ظروف. قال لي بس كده معانا 3 كيلو نحاس، الكيلو ب3 جنيه ونص. هنعمل علبتين سجاير النهارده بالليل.